السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد وهو عن هذا الطير الشكر برصاصي. لقيته خطي اليوم مريض. هذا الطير هو صار له تقريبا يومين ثلاثة أنا لاحظه عليه علامات الخمول، فحبيت أصوره لكم. وصراحة أنا قبل طيرين ثلاثة نفس هذا المرض ما تنعدي. هذا المرض باللهجة العامية مالتنا يسمونه توك. بالمصطلح العلمي يسمونه فطريات الفم. هاي الفطريات تجي على المجرى التنفسي، تقوم تفرز افرازات مخاطية بحيث تخلي الطير ما يقدر يتنفس وما يقدر يبلع بنفس الوقت. يعني هو مشكلته هذا الطير كأنما يصير عنده شلون التهاب تنفسية، بس هو لا، يصير بالحنجرة. أنا لاحظته حتى يصير ورم بالحنجرة مالته. هذنيك الطيور القبله انطيتن علاجات صراحة ما شفن، يعني ماتن. وهذا الطير صراحة اليوم جيت لقيته واصل يعني منتهي، بحيث لقيته يجالع، لأن أولا عنده ضيق بالتنفس أول شيء، والشيء الثاني ما يقدر يبلع الحباية، وما يقدر، ما عنده قابلية يكرز حباية الدخل. فهو من البارحة بديت وياه علاجاني، بس اليوم تأزمت حالته أكثر. انطيته علاج واسع النطاق واسع المجال مال التهابات. حسيت بيه جاب نتيجة، بس يعني شلون نقول 5% صار عنده تحسن. فالعصر رجع انتكس، لقيته يعني جالع. ليش؟ سببه لأن ما يقدر يلتقم الطعام، وبصراحة أنا عازله، لقيت خاف يمرض الطيور، فصار لي يومين أزق لزق يدوي. لازم كل مربي يكون عنده هذا السريلاك اللي هو خاص بالطيور الصغار. بس هذا الطير هو كبير وياكل، بس بسبب المرض مالته ما يقدر يلتقط الحد. فحاولت وياه ذنيك اللي قبله، حاولت وياه أنا بعلاجات فما جاب النتيجة. اليوم هذا الطير حاولت أجرب وأنطيه فلاجين بشري، لأن هو هذا المرض اللي يسمونه توك هو بالأصل بكتيريا تصير بالنوبات، تصير بالحنجرة، ونوبات يصير بالمجرى التنفسي، ونوبات يصير بالمعدة، ونوبات يصير بالجلد برا. فالفطريات أنواع. فهسه أنا الحمد لله والشكر انطيته من ساعة فلاجين بشري من هذا 125 ملي اللي هو مال أطفال. خليت له قطرة بحلقه وزقيت له، يعني وكلته تأكيل يدوي عن طريق سرنجة، لأن هو قلت لكم ما يقدر يبلع، وبنفس الوقت ما يقدر يتنفس. إن شاء الله إذا استجاب هذا العلاج فيثبت هو هذا العلاج يعني فعال المرض التوك، اللي هو يسمونه المرض فطريات. هو طير يعني نوعية جيدة، تصنيفه باندد، شكر برصاصي،
لبخ، مو 7 وقطع، لا 7 ولبخ مو قطع. فبالساعة لقيته سبحان الله ما صورت لكم، لقيته يعني آخر رمق بحياته. هسه أحس بيه يعني صار عنده شوية نشاط. وإن شاء الله إذا هذا العلاج ثبت فعاليته اللي هو يكون علاج الفلاجين يكون فعال مثل هيك أمراض. هسه احنا ما نقدر نحكم على العلاج ونقول فعال إلا إن شاء الله باكر إذا كان بتحسن الطير. إخوان، بالنسبة للي يدخل القناة جديد، فضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الاشعارات وينطينا لايك، وإذا يحب يسأل بالتعليق بالكومنت، إذا يريد يسأل عن معلومة إن شاء الله إذا أعرف بها ما أقصر. إلى هنا تنتهي حلقتنا، وإلى اللقاء أحبتي.